اتكلمنا امبارح على الوضع الاقتصادي السياسي او العسكري اللي موجود في الحرب، وقلنا خلاص ان دي حرب عالمية تالتة. لازم أأكد عليكم تاني، وانا كنت اتكلمت بالموضوع ده باستفاضة وبتفصيل في الحلقة كنت عاملها من حوالي اسبوعين. الفترة اللي جاية دي فترة تقشف تأثيرات الحرب دي على العالم كله، مش على مصر بس. اللي فاكر ان التأثير ده على مصر بس، انتوا يا جماعة ما تعرفوش حاجة. او بصوا اقروا اتفرجوا على الاخبار، شوفوا اللي بيحصل في العالم كله، في امريكا، في اوروبا، في اسيا، في استراليا، كل حتة. احنا ممكن نكون داخلين على مجاعات في بعض الدول، مش في مصر. الحمد لله احنا مصر دولة زراعية. احنا هنشوف بلاد في الخليج هيبقى عندها مشاكل مياه كبيرة جدا لو اتضربت محطات المياه كلها، زي ما شفنا محطة المياه بتاعت الكويت او تحلية المياه. الدول دي عايشة على تحلية المياه بنسبة 95% من ميتها جاية من تحلية المياه. فالوضع في اتجاه تصعيدي كبير جدا. النصيحة ايه؟ النصيحة يا جماعة تاني تقشف، انسوا بقى انسوا عهد وفترة الاسعار الرخيصة. اذا انتوا كنتوا متخيلين الفترة اللي فاتت دي كانت فترة غلو، فالفترة اللي جاية دي هتبقى ليفل تاني خالص من الغلو. بسبب ايه؟ بسبب كل حاجة، بسبب البترول اللي غلي، بسبب الشحن اللي هيغلى، بسبب الكهرباء اللي هتغلى، بسبب شح نقل المواد الخام، بسبب تكلفة الانتاج، بسبب كل حاجة. النهاردة اللي عنده عربية وكان مستني ان هو يشتري قطع الغيار بتاعتها، انزل اشتريها دلوقتي. اللي عنده حاجة في البيت عايز تصلح، انزل صلحها دلوقتي. اللي كان محتاج حاجة ضرورية في البيت، اشتريها دلوقتي. اي حاجة غير ضرورية اوعى تشتريها. عربية تجددها ما تشتريش. اي عقار استثماري ساحلي ايا كان، ما تشتريش اي حاجة دلوقتي. الفلوس اهم حاجة دلوقتي، السيولة اهم حاجة. اكلك وشربك، معاك فلوس روح اشتري سولار سيل، اشتري خلية شمسية حطها فوق البيت. محدش يعرف الكهرباء الفترة اللي جاية دي اللي ممكن يحصل فيها، وزي ما قلنا هيحصل فيها ترشيد استهلاك، والحكومة هتقلل غصب عنها مش بمزاجها. لو كنت نفسك في عربية كهرباء، مش عارف اقول لك ايه. ما هو العربية الكهرباء المشكلة انت لو اشتريتها برضو، ما انت معتمد على الكهرباء بتاعت الحكومة. فالكهرباء لو قطعت، لو حصل ترشيد، مش عارف. ممكن يبقى اوبشن عربيه كهرباء مناسب اكتر من البنزين لو حصل شح او غلو في البنزين. انا شايف تقلل مشاويرك، كار بولينج، عجله، المشاوير الصغيره. الناس هتتريق عليا. زي ما قلنا، لو عندك فلوس فائضه، بدل ما تروح تشتري فيلا ب 11 12 مليون ولا ب 15 مليون، روح اشتري حته ارض احسن. اشتري حته ارض ايا كان الفدان بكام، الفدان بنص مليون، بمليون ونص، ايا ما يكون. لو رحت اشتريت لك النهارده ارض زراعيه 2 3 فدان بخمسة 6 مليون، انت ده ابرك مليون مره من شقه تشتريها وتسقعها على امل ان هي تابريشيت او انها سعرها يزيد. على الاقل الارض الزراعيه دي هتتزرع، هتربي فيها حيوانات، ممكن تحفر لك فيها بير يطلع ميه، تحط لك فيها سولار سيل، تحط لك تعمل لك فيها استراحه صغيره على المساحه المسموح بيها في الاستصلاح، بتبقى تقريبا 4 او 5% من مساحه الارض. ايا كان، ده لو انت معاك فلوس سيربلس زي ما بنقول، او فلوس زياده عايز تستثمرها. وزي ما قلنا قلل مصاريفك بشكل كبير جدا. خلاص السفر كل سنه وانتم طيبين، مفيش سفر بره مصر الفتره اللي جايه دي بسبب اسعار تذاكر الطيران. تذاكر الطيران غليت جدا، وانا ببص عليها عشان خاطر الشغل مش عشان خاطر الفسح. بسبب طبعا البنزين والديزل. زي ما قلنا النقل كله هيزيد، البحري. توقعاتي كل السلع حتى المحليه اللي داخل فيها مكون مستورد هتغلى بشكل كبير. لو تقدر تزرع اي حاجه في البيت، تربي اي حاجه في البيت، اعمل كده. وفروا على قد ما تقدروا في مصاريفكم يا جماعه. مصاريف الخروج بالذات، الخروج والفسح والشيشه والسجاير والقعده على القهوه والخروجات اللي ملهاش اي 30 لازمه، وفروا يا جماعه كل الكلام ده. الفتره الجايه فتره صعبه جدا. عايز عشان اكون بختصر الموضوع، الاوتلوك حاجه ممكن ما نكونش احنا شفناها قبل كده. ممكن نكون داخلين على ايام، صدقوني يا جماعه، ايام جديده خالص على المصريين. احنا كل مره كنا بنخش في ازمه كنا بنقول ايه ده، يا نهار اسود، ده احنا دخلنا، احنا عمرنا ما شفنا الكلام ده. انا بقول لكم الفتره اللي جايه دي هتبقى حاجه جديده، ليفل تاني خالص، حاجه مختلفه تماما، ليفل اوحش بكتير من اي حاجه شفناها. في ما بين السطور في الرئيس بيقولوا، او رئيس الوزراء، او حتى رؤساء الحكومات اللي موجودين في الدول التانية، لا الوضع سيء. المصريين المغتربين الجزء الاكبر منهم رجع، خصوصا الامارات. في ناس ممكن يحصل لها تاثر في مرتباتها ودخولها بسبب الموضوع ده. اللي كانوا بيشتغلوا في شركات بتبيع منتجات او بتعتمد على التجاره، فالاستهلاك والكونسامشن توقف تماما في الامارات. حركات الشحن، الاستيراد والتصدير اللي كانت قايمه عليها الامارات، بخلاف طبعا البترول، الموضوع متوقف تماما. حاله عدم استقرار غريبه. هيبقى في حاله تقشف عند الدول الخليجيه.
فهيتوقف الاستثمار في مصر وغير مصر. على فكره العالم كله ما شغال على فلوس الخليج، فاذا كنتم متخيلين مصر بس هتاثر، لا العالم كله هيتاثر. بس انا ببص تاني للفرد المصري. الفرد المصري للاسف ساعات كتيره قوي يبص للمواضيع بشكل سطحي ويقول لك ايه ده، والقهوه قفلت الساعه 9 والكافيهات والمطاعم والمولات. يا جماعه الكافيهات ومولات ايه؟ احنا داخلين على ايام اصعب من كده بكتير. كمان حابب اعرفكم بحاجه مهمه جدا، اللي بيسافر بره هيبقى عارف الكلام اللي انا بقوله ده كويس قوي. سافر اي بلد في العالم، اي بلد في العالم ما عدا المدن السياحيه الصغيره، مفيش حد يا جماعه بيفضل فاتح لغايه بعد الساعه 7 او الساعه 8. البلاد كلها، بلاد العالم كلها اللي بتشتغل بيصحوا بدري، بيصحوا الساعه 6 الصبح عشان يبتدوا شغلهم الساعه 7 الصبح، واليوم بتاعهم بيخلص بيروحوا بيوتهم الساعه 5 6 بالكتير. البلد كلها بتبقى قافله الساعه 7 8. ده الطبيعي، وده بيشمل كل حاجه، بيشمل مولات وكافيهات ومطاعم وكل حاجه. مش هتلاقي صيدليه فاتحه بعد الساعه 7 8، مستحيل. يعني حالات استثنائيه جدا، خصوصا في اوروبا وامريكا، حتى في اسيا، حتى في تركيا. قيس على اي بلد في العالم ما عدا طبعا الدول السياحيه او المدن السياحيه اللي بتعتمد اكتر على السياحه. هل القاهره مدينه سياحيه؟ مش هقدر اقول كده، عشان اللي بيجي السياحه بالقاهره بيكره حياته. ما عدا طبعا زياره الاهرامات والمتحف الكبير، بس غير كده مدينه دوشه، فمش هي مش المدينه السياحيه هتتاثر قوي. فاحنا ممكن بمنتهى البساطه نقول الغردقه والمدن الساحليه ممكن تتاثر شويه بالسياحه، ممكن يبقى هم اصلا مش عاملين خطه الترشيد اللي احنا عاملينها. ولكن بالنسبه للقاهره اللي هي بتستهلك اغلبيه الاستهلاك الكهرباء واغلبيه الاستهلاك عامه في مصر، انا مع قرار الترشيد ده جدا. وده الطبيعي اللي في اي بلد في العالم بدون ما يكون في حرب او ما يكون في مشاكل اقتصاديه. ده اللي بيحصل، الناس بتنام بدري والناس بتصحى بدري عشان تشتغل، عشان خاطر الصبح طبيعي بيبقى استهلاك الكهرباء اقل من بالليل، سواء كان انوار او تكييفات او تدفئه او ايا كان. فده الطبيعي، ما تبقوش متضايقين، ما تبصوش للمواضيع بشكل متشائم، لا بصوا ان ده تحدي، ده تشالنج، واحنا هنبقى قد التشالنج او احنا على قد التحدي، وهنخرج منه اقوى من ما كنا الاول. ده لو ده مايند سيت زي ما بنقول، ده حاله تفكير او حاله مخ. لو انت حاطط كده في دماغك، لا انا هستفيد بالموضوع ده، انا هسهر بالليل اقعد اشتغل، هتعلم حاجه جديده، هوفر فلوس كنت بصرفها على الفاضي على قعده القهوه والخروج من بره، هقلل الدليفري، ممكن اقعد اطبخ بالليل، اتعلم حاجه جديده، اتعلم نجاره، اتعلم سباكه، اتعلم تصليح عربيه. كل ده حلو ومفيد، مش هيخسر، بالعكس احنا الفتره اللي جايه لو عايزين نقلل استهلاكنا هنعتمد على نفسنا في حاجات كتيره قوي تافهه كنا بنستعين بمساعدات خارجيه او بنجيب حد يعملها في الحاجات حتى الصغيره، مش بتكلم الحاجات الكبيره. لا، فرصه علم نفسك، صلح الدولاب لوحدك، صلح الترابيزه لوحدك، لو في حاجه في العربيه تقدر تعملها لوحدك اعملها، لو في حاجه في السباكه تقدر تعملها لوحدك اعملها، الكهرباء نفس الكلام. نبتدي نتعلم بقى الحاجات دي، يعني مهم جدا، فرصه، هيبقى عندنا وقت بدل اللي كنا بنضيعه في الشارع، هيبقى عندنا وقت نتعلم فيه اي حاجه مفيده لينا. فوقوا بجد، اللي عنده حاجه يستعملها ويستغلها. اعتبروا نفسنا رجعنا تاني لايام الستينات والسبعينات. انا عارف ان محدش فينا عاشها ولا انا شخصيا، ولكن كنت بسمع دايما من والدي وجدي وجدتي. لا يعني مش عايز اخوفكم، بس الناس كانت بتقف على بالطوابير عشان تجيب فراخ ولحمه، طوابير عشان العيش والسكر وغيره. ان شاء الله ما يحصلش كده. الناس كان عندها مخابئ بتعملها تحت الارض، في كل عماره كان بيبقى فيها مخبأ تحت الارض عشان خاطر الضرب او عشان خاطر الغارات. احنا نسينا الكلام ده. الناس كانت بتسيب المدن او بتسيب القاهره وبتطلع للارياف تقعد فيها. الكلام ده احنا كلنا نسيناه. الكلام ده ممكن يحصل تاني، مش بسبب الحرب بقى، بسبب الازمات اللي هنخش عليها. اي اربن سنتر في العالم او اي مدن بتعتمد بشكل اساسي على سلاسل الامداد المستقره. لو حصل اي هزه في سلاسل الانتاج هتحصل مجاعات. مش بقول ان هيبقى افلام زومبيز، بس هتحصل مشاكل والسرقه هتزيد والاجرام هيزيد. فاللي عنده حته زراعيه يهتم بيها، يوضبها، استراحه، بيت صغير يهتم بيه، ارض زراعيه شوف قصتها ايه. اللي ما عندوش ومعاه فلوس زياده يروح يشتري، ابعد عن الاستثمار الاخر. نوفر وازاي نقتصد في مصاريفنا. يا ريت يا جماعه ما ننساش اخواتنا الافقر، الموظفين اللي حالتهم الماديه وحشه، او اي حد نعرفه حالته الماديه وحشه او عنده مشاكل ماديه. يا ريت يا جماعه نزود في الحته دي الفتره اللي جايه. لسه قاري تقرير حلو جدا بيتكلم على قد ايه مصر من اكتر الدول الخيره. هم قاسوها بمنتهى البساطه نسبه التبرعات بالنسبه للدخل القومي، وطلعت مصر من تاني بلد في العالم او تاني اكتر بلد كرما في العالم، وهي نسبه التبرعات لنسبه الدخل. فيا ريت يا جماعه نزود الفتره اللي جايه، خصوصا رجال الاعمال والناس المقتدره ماديا. يا ريت ولا يمشوا حد من عندهم سواء كانوا موظفين او عمال. وفي نفس الوقت يقدروا جدا لو عندهم لو البيزنس بتاعهم ماشي كويس، يا ريت يزودوا الناس حتى بشكل استثنائي. وانا شفت الموديل ده في كذا حته، ما تثبتش المرتبات او ما تزودش المرتبات بشكل ثابت، انت ممكن تنزل مكافآت استثنائيه
بنسميها بدل غلو او بدل او دعم غلو او ايا كان. الدعم النقدي ده يبقى دعم نقدي بشكل استثنائي للموظفين والعاملين. ده بالنسبة للشركات والرجال الأعمال. وبرضو عن الناحية التانية لو في تبرعات بتتم يا ريت تستمر وتزيد، وخصوصا للناس الأكثر احتياجا. برضو نصيحة أو رجاء من رجل الأعمال المقتدر اللي مش عايز يزود المرتبات بالنسبة للناس عشان ما تبقاش التزام عليه لبقية السنة ومحدش يعرف الدنيا رايحة على فين. ودي لعبة مش لعبة بس طريقة معينة لزيادة دخل الناس من غير ما يتطبق عليهم الضريبة ومن غير ما تخصم منهم 25%. ممكن تطلع وجبات، ممكن تصرف فاوتشرز، تتعاقد مع سوبر ماركت او مع مكان بيوفر مثلا سلع او منتجات وتشتري منه فاوتشرز. الفاوتشرز دي بتخش في مصاريف عندك، فبالتالي ما بتخصمش منها ضريبة دخل بالنسبة للموظفين. المشكلة الأساسية ان انت لما تيجي تزود الدخل بتاع اي موظف، ضريبة الدخل ممكن يزيد في الشريحة وفي المتوسط هتخصم منه 25%. فانت كل 100 جنيه بتحطها في 25 جنيه منها بيطير. لكن لو رحت جبت ال 100 جنيه ده فاوتشر من اي سوبر ماركت او من اي بقالة، او انت كده بتوفر على الناس دي 100 جنيه، كانك بتوفر له 100 جنيه صافيه مش مخصوم منها ضرايب. دي حاجه. نفس الكلام مثلا بالنسبه للانتقالات. لو انت قادر انك تجيب عربيات او توفر للموظفين الكبار عندك والمديرين اللي برضو اكيد متاثرين، تجيب لهم عربيات بمصاريفها، يعني بنزينها بكروت بنزين او غيره، ده هيبقى حاجه حلوه. لو ما تقدرش وفر كروت بنزين بس للموظفين اللي عندهم عربيات، ليه؟ برضو بتخش مصاريف. فبدل ما كنت بتديله مثلا بدل انتقال في الشهر مثلا 4 5000 جنيه بيخشوا تحت برضو مقصلة ضريبة الدخل، لا اديها له في صورة كارت بنزين او كروت بنزين. ساعتها كروت البنزين دي هتبقى برضو صافي مش مخصوم منها ضريبة الدخل. نفس الكلام بالنسبة، حاول اي بنفيت انت بتوفرها للموظف ما توفرهالوش في المرتب او ما تديهالوش في المرتب، اديها له بشكل اخر جوه بحيث انها تخش جوه مصاريفك كشركه. دي حاجه. بالنسبه بقى الناس اللي عندها شركات خاصه ودول هم اصيع مني واحسن مني مليون مره في القصه دي، اي حاجه بتصرفها بفاتوره دخلها على طول في مصاريفك. ده حقك قانونيا، ده حقك. رايح تتغدى بره انت واسرتك، هات الفاتوره الضريبيه. رايح تشتري حاجات من السوبر ماركت، ممكن تجيبها بفاتوره ضريبيه. عايز تشتري عربيه هاتها باسم الشركه، برضو بتحسب بدل ما بتخصم من الربحيه او بتاثر على البي اند ال بتاعك، فبالتالي هتدفع ضريبه اقل. وهكذا. اللعب دي لعب قانونيه على فكره، مش تحايل على القانون، بالعكس ده لعب قانونيه، ولكن ناس كتيره قوي بتسهو عنها او ما بتفكرش فيها عشان مش فارق معاها، وخصوصا بتوع الموارد البشريه. فاترجاكم كموارد بشريه، كناس بتاعت اتش ار شغاله في شركات، اقترحوا الكلام ده على صاحب المال او على الادارات وهم مش هيرفضوا طالما مش هيدفع حاجه زياده من جيبهم. انت هتوفر على الموظف فلوس كانت هتتخصم منه في صورة ضريبة دخل، فانت مش هتخسر حاجة ومش هتدفع صاحب الشركة او صاحب المال حاجة زيادة. اعملها عشان ربنا يكرمك وربنا يفكها عنك زي ما انت هتفكها على ناس كتير. ونفس الكلام المدارس، عشان برضو ما انساش المدارس. برضو ممكن لو الشركة ممكن تقدر توفر للناس مصاريف أو جزء من مصاريف المدارس 20% 25% بحد أقصى طبعا، بتعملها بالجريد أو بالليفل. لو أنت جريد واحد أو جريد اتنين أو درجة تانية أو درجة تالتة أو درجة رابعة، كل درجة يبقى لها حد أقصى ما تقدرش تتخطاه. الفلوس دي برضو مش هتخش في الدخل، هتخش في المصاريف بتاعت الشركة كإجمالي مصروف اسمه مصاريف مدارس أو بدل مدارس. الحاجة اللي ما كنتش أعرفها، لو الحاجة دي رايحة لشخص معين بعينه هتخش تحت ضريبة الدخل، ولكن لو إجمالي حاجة توتالة بول كبير من المصاريف بتاعت الشركة مش هتخش في ضريبة الدخل. وصلحوا لي يا جماعة برضو لو أنا بقول حاجة غلط، بس دي من ضمن الحاجات اللي أنا بفكر فيها للناس رجال الاعمال او اصحاب الشركات او الموارد البشريه يقدروا يوفروا للموظفين الفتره اللي جايه. وانا حاولت على قد ما اقدر الكام حلقه اللي فاتوا اكلمكم على الاماكن الارخص اللي تقدروا تشتروا منها حاجاتكم الاساسيه، اذا كان اكل وشرب ولبس وعفش وغيره واجهزه كهربائيه. ليه؟ عشان الفتره اللي جايه دي محتاجين نوفر فيها فلوس على قد ما نقدر. خلاص ايام الدلع والرفاهيه انتهت وغالبا مش هترجع قريب، فمحتاجين ان احنا نقتصد بشكل كبير. بالنسبه بقى للتجار والناس اللي اكل عيشها اصلا بيجي من السلاسل دي او من الحتت دي، يعني انا بنصحهم بشده ان هم يبتدوا يدوروا على مصادر بديله للي عنده قدره ماليه، يبتدي نفكر في مشاريع انتاجيه، مش مشاريع لمجرد البيع والتجزئه والاستيراد والتصدير والكلام ده. يعني نتحول من التجاره الى التصنيع. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التصنيع، فاللي عنده قدره ماليه ان هو يتحول الى التصنيع، خلينا يا جماعه نتحول الى التصنيع. احنا في حاجات كتيره قوي ما بننتجهاش، وده من اول مستوى الفرد لمستوى العائلات لمستوى الشركات لمستوى الدول. محتاجين ان احنا نركز اكتر على الانتاج. ف
وانا هتيجي زي ما عملت اتكلمت على الحتت اللي احنا بنشتري منها عشان خاطر نوفر فلوس، سواء كان اكل او شرب او غيره، هبتدي كمان اتكلم ازاي نزود دخولنا، ايه الطرق الامثل ان احنا نزود دخلنا باي شكل من الاشكال. هحاول ان انا احضر لكم محتوى بهذا الشكل، وهديكم مثال على الحاجات الشخصيه اللي انا عملتها وجابت معايا نتيجه، وخصوصا الحاجات اللي فيها دخل بالعمله الاجنبيه. ومساء الفل عليكم، ولو عجبتكم الحلقه يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير.